بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أشكركم على الدعم اللي شفته من أول يوم القناة تم إنشائها فيه. بحب أشكركم من كل قلبي. والنهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد بعنوان زلزال خسارة الكونفدرالية، هل يضيع الدوري من الزمالك؟ ومن المستفيد الأكبر، الأهلي أم بيراميدز؟ طبعا كلنا شفنا امبارح أداء نادي الزمالك قدام اتحاد العاصمة، وده يمكن اللي انا قلته قبل كده، ان اداء الزمالك او ان الزمالك متصدر الدوري مش عشان هم احسن فريق فنيا، لا، هو عشان الاهلي ما كانش في احسن احواله الموسم دوت، واضعنا نقاط كتير كانت سهلة. انا كنت بشوف ان الزمالك كان ماشي، يعني كان هو دايما كان ماشي كويس لما كان بيكون رد فعل في الفترات اللي هي الاولى من الموسم او الفترات اللي في النص في الموسم. لكن دلوقتي الزمالك لا عارف يكون رد فعل ولا عارف يكون فعل. بمعنى ايه؟ الزمالك كان بيبقى رد فعل في الماتشات اللي هي كانت في نص الموسم، ان هو كان بيضيق المساحات ويعتمد على الهجمات المرتده ويكسب من خلال انطلاقه من خوان بزيرة، هجمه مرتده سرعه، يعني التحولات بتاعه خوان بزيرة او عدي الدباغ. لكن ومع التراجع البدني الموجود في فريق نادي الزمالك واللي هيكون مؤثر بشده في هذه الايام، الزمالك فريق اصبح مش عارف يكون رد فعل كمان، ولا عارف يكون فعل. يعني هو مش عارف يبني هجمه، مش عارف يصنع فرص. وبالتالي الزمالك انت بتشوف ان هو كان بيعمل المرحله واحده بس في كره القدم، وهي مرحله الدفاع. دلوقتي هم لا بيعرفوا يدافعوا ولا عارفين يهاجموا كمان. يعني انت ما تشوفش اي خطوره، ما تشوفش اي صناعه فرص. يعني لو شفنا الزمالك قدام مثلا ماتش شباب بلوزداد اللي هو خلص 1-0، من بعد الماتش دوت، بص على الزمالك عمل ايه. اتعادل مع شباب بلوزداد 0-0 في مصر هنا. كسب بيراميدز 1-0، اتعادل مع انبي 0-0. النادي الاهلي كسب الزمالك 3-0، بعدين كسب سموحه الزمالك 1-0، بعدين خسر من اتحاد العاصمه في الجزائر 1-0، بعدين كسب النهارده 1-0. وبالتالي في اخر 7 مباريات الزمالك كسب 3 ماتشات بس، والزمالك في اخر 7 ماتشات سجل 3 اجوان اللي هم شباب بلوزداد 1، بيراميدز 2، انبي 3، الاهلي 4، سموحه 5، ماتشين اتحاد العاصمه 6 و7. فانت تخيل ان الزمالك في اخر 7 ماتشات احرز 3 اجوان بس. فزي ما بقول لكم الزمالك متاثر بدنيا، وما عندوش دكه بدلاء مخليه ان هو تسعفه. زي ما شايفين ادم كايد مش احسن حاجه. ما عندوش دكه بدلاء، اللي ما فيش بديل لبزيرة، ما فيش بديل للراجل عدي الدباغ. لشيكو بنزا ده اصلا يعني ملوش بديل برضه، ما فيش راس حربه بديل. فالزمالك بيعاني من عدم وجود دكه، مع تتابع الماتشات، مع التراجع البدني، مع ان هم اصلا ما عندهمش شخصيه البطل، مش موجوده. ما ينفعش فرقه يكون رايح لها 60 70 او 50 60 الف مشجع ويكسبوا شباب بلوزداد بالعافيه 1-0، ويكسبوا اتحاد العاصمه 1-0 ويخسروا بركلات الترجيح. تخيل ان امبارح الزمالك قدام اتحاد العاصمه، الفرقه اللي ترتيبها ال 12 في الدوري الجزائري، الزمالك رغم ان هو خسران في الذهاب 1-0 وعايز يعوض 2-0 في الاياب، نسبه استحواذه 36% مقابل 64% لاتحاد العاصمه. المحاولات بتاعت الزمالك 3 محاولات بس مقابل 9 لاتحاد العاصمه. التمريرات 473 لاتحاد العاصمه مقابل 264. فانت بتتكلم ان بعض النقاط المهمه، الزمالك زي ما قلت لكم متاثر بدنيا وما عندوش دكه. بس باقي جوله واحده والزمالك محتاج نقطه. قدامنا الترتيب اهو، الزمالك الاول عنده 53 نقطه، بيراميدز عنده 51 نقطه في المركز الثاني، الاهلي في المركز الثالث عنده 50 نقطه. كل فرقه عايزه ايه؟ عشان تكونوا عارفين الزمالك عايز نقطه، والزمالك فرصته برضو تظل كبيره. ليه كبيره؟ لان هو عايز نقطه واحده. فنسبته، يعني نسبته مش قليله. خلينا برضو نكون واقعيين، الزمالك عايز نقطه واحده. تمام. لو كابتن علي ماهر قدر يصنع المفاجاه ويكسب الزمالك، هنخش في بيراميدز. بيراميدز فرصه ايه؟ عايز يكسب سموحه، لازم يكسب سموحه، زائد ان الزمالك يخسر من سيراميكا. الاهلي عايز ايه؟ عايز يكسب المصري ومستني نتيجتين. عايز الزمالك يخسر من سيراميكا وبيراميدز يتعادل مع سموحه، بيراميدز يتعادل او يخسر مع سموحه، الاهلي ياخد الدوري. فانت بتتكلم ان الزمالك يعني الدوري قمه الاثاره في الجوله الاخيره.
قمه الاثاره، ممكن وارد كل شيء، كل شيء وارد بعد اللي احنا شفناه امبارح والخساره والمعنويات هتبقى ان الزمالك ممكن بعد ما كان هياخد موسم تاريخي بيتحول الى موسم صفري. كل ده بيعمل ضغط عليهم مع التراجع البدني، كل ده بيعمل ضغط عليهم. هل الكابتن علي ماهر بالاداء اللي احنا شفناه من نادي الزمالك في اخر 7 ماتشات اداؤه مش كويس، هل كابتن علي ماهر يقدر يصنع الفارق ويكسب سيراميكا تكسب الزمالك؟ وهل لو كسب الزمالك سيراميكا كسبت الزمالك، هل بيراميدز هيتعادل مع هل بيراميدز هيتعادل مع سموحه والاهلي يكسب المصري عشان ياخد الدوري؟ كل دي احتمالات ممكنه. لكن الاهلي زي ما قررت هعيد واقول ان لعيبه النادي الاهلي لازم تلعب وتقاتل لاخر ثانيه. لازم اولا تكسب النادي المصري في مباراه ليه لازم تكسب المصري؟ لان انت حتى مثلا لو بيراميدز اتعادل وانت كسبت يبقى انت ضمنت المركز الثاني. حتى لو الزمالك اخذ الدوري ساعتها هتتاهل الى مركز مؤهل، المركز الثاني بيأهلك لدوري ابطال افريقيا، ودي حاجه مهمه. يعني انت برضو بتلعب على فرصتين، حتى ان شاء الله تاخد الدوري باذن الله، باذن الله تحصل المعجزه وتاخد الدوري، او تلعب حتى دوري ابطال افريقيا ما تبقاش خسرت الدوري وخسرت كمان السنه الجايه ان انت تلعب في الكونفدراليه بدل دوري ابطال افريقيا. فاحنا شايفين قمه الاثاره، بنتكلم على قمه المتعه في الجوله الاخيره. مطلوب ايه؟ مطلوب تحكيم عادل، مطلوب تحكيم عادل. لان اللي احنا شفناه ان الزمالك لما بيروح للتحكيم الافريقي العادل اللي هم كانوا احسن حكام في افريقيا اللي بيجوا في النهائيات دايما، شفنا نهائي مش دايما يعني بيجوا في النهايات، ولكن التحكيم في الماتشين كان مميز. حتى الزمالك في في المباراه الاولى اللعبه اللي كان فيها حسام عبد المجيد كانت ضربه جزاء بايده وبرجله كانت واضحه، والغاء هدف بزيرو كان صحيح. امبارح كان في ضربه جزاء لاتحاد العاصمه ما اتحسبتش، ورغم كده عايزين نشوف تحكيم عادل معاه. يمكن اللعبه لو موجوده، ده طبعا الاحصائيه بتاعت الاستحواذ، وادي السبع مباريات اللي هم بتوع الزمالك الاخر. تمام. التحكيم يا جماعه مهم يكون عادل في الجوله الاخيره. اتحاد الكوره اعلن ان هو هيكون في حكم اجنبي لماتش الزمالك وسيراميكا، نتمنى يكون ان هو حكم من حكام الصفوه في اوروبا. حكم بيحكم، هات لي يا عم حكم بيحكم دوري ابطال اوروبا، ما تجيبش حكم يكون ضعيف، لان الجوله الاخيره هتبقى حساسه، وهيبقى زي ما شفنا في الدوري الانجليزي الارسنال اللي كان هيخسر بيجيب جون في الدقيقه 83، وبعد كده ويست هام بيتعادل معاه في الاخر، كان هيتعادل معاه وحكم الفار بيلغيها. فالجوله الاخيره مطلوب فيها تحكيم عادل. انا مستني رايكم ان شاء الله، مستني دعمكم الاول باللايك وسبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ومستني مهم جدا اسمع رايكم. هل بعد زلزال خساره الكونفدراليه امس، هل الدوري هيضيع من الزمالك؟ ومين المستفيد الاكبر، الاهلي ام بيراميدز؟ انا مستني اسمع رايكم. شكرا والسلام عليكم.